السلام عليكم. واحد من أجمل القصور في مصر وهو فعلا تحفة معمارية نادرة، فبيضم أنواع مختلفة من الفنون الإسلامية ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، وكل ده في مكان واحد هو قصر محمد علي بالمنيل. وصاحب القصر هو رحالة محب للفن الإسلامي وكان عاشق للخيل لحد ما حصل اللي حصل. كمان كان ولي العهد وقرب يحكم مصر 3 مرات لكن ما حلفوش الحظ، وهو الأمير محمد علي توفيق أخو الخديوي عباس حلمي الثاني وابن عم الملك فاروق. والقصر بتاعه بيعتبر متحف للفن الإسلامي، فبيضم أكتر من سرايا كل واحدة أجمل من اللي قبلها ومميزة بتراثها وأثرها. ده غير مسجد القصر اللي كان مخصص لآلية القوم بس قبل ما يتفتح لخدم القصر وبعدين لعامة الناس. وكمان في متحف للصيد بيضم أكتر من 1000 قطعة لحيوانات محنطة بشكل مبهر. القصر فعلا جميل ومبهر بكل فنونه وتفاصيله وقصصه اللي ما بتخلص. وبس يا سيدي، كان معاك أنور أفندي وأشوفك الزيارة الجاية.